السلام عليكم، اهلا بيكم في مطبخ مصريه. الواد احمد ابني قال لي يا ماما انا عايز اكل مكرونه زي بتاعت تيتا الله يرحمها. فانا قلت له يا ابني هو انت مش متجوز؟ ما تقول لمراتك. قال لي ماشي اقول لها، بس انا عايز اكل مكرونه وفراخ مسلوقه ومتحمره في الشوربه بتاعتي. تمام تمام. الطريقه المعتاده بتاعتنا، بنشوح الحبهان والمستكه والبصل والطماطم، وهتكون غاسله الورق كويس. انا دايما بجيب وراك، ما عنديش حد بيحب الصدور، يعني بقالي فتره كبيره جدا ما بجيبش فراخ على بعضها، محدش بيحب الصدور. طبعا غاسلين الوراك غسله حلوه بالطماطم والليمون والملح، بسيبها نقعها كده ربع ساعه. خلاص واشوحها، شوحناها ميتنا بقى السخنه الحلوه دي، واحط لها ملحها، اخليها تغلي غلوتين كده على العالي، وبعد كده ايه، على نار هاديه. محبش اكتر الشوربه، بس انا هاخد من الشوربه للمكرونه عشان تبقى زي بتاعت تيتا. تمام تمام. رغم ان الصدر يا جماعه بيعمل شوربه حلوه غير الورك، بس يا ادي الله ودي حكمته. اخليها بقى تغلي غلوتين وأغطي عليها تستوي. وتعالي بقى معايا نعمله المكرونه بتاعتي. وادي المكرونه اللي هنعملها بدايتها. دول الحقيقه 4 بصلات بس صغيرين جدا، البصل اللي كان عندي، ومعلقه توم مفروم، طبعا وسمنه وزيت. آه، وضربت زي اكتر من كيلو، اكتر من نص كيلو طماطم، وعايزها حمرا زي بتاعت تيتا. وطبعا مش هحط بهارات ولا الحاجات دي، ولا كركم ولا بهارات لحمة او فراخ ولا الحاجات دي. انا هحط ملح وفلفل اسمر قولي ومكعب مرق الدجاج، ويمكن لما تتسبك احط عليها آه شوربة من شوربة الفراخ. اوكي، كملي معايا الفيديو. هي حاجة سهلة بسيطة، غدوة بسيطة جدا مفيهاش أي تفاصيل، لكن هو نفسه فيها وأنا ما أقدرش أقوله لأ أبدا. اهي اتسبكت وبقت قمر. حطيت ملح طبعا وفلفل أسمر، هي إيه مفيهاش بهارات زي ما اتفقنا أول الفيديو. أزودها بقى مية سخنة. تمام تمام. طبعا مكعب ماجي زي ما شفتوا كده في التصوير، وهزود كمان شوية شوربة بس عشان ماسكة الموبايل. هزود شوربة ورا التصوير، هيبقى طعمها تحفة تحفة جدا. وادي الفراخ اتسلقت، هعصر عليها ليمونة وده أساسي، وأحمرها عادي. بس أنا بحط مع الزيت، بحط معلقة سمنة. أهي بتغلي، نسقط بقى كيس المكرونة. النوعية دي من المكرونة بتبقى عايزة مكرونة مش اللي هي السايبة أو اللي هي، أنا آسفة في اللفظ يعني الرخيصة، لأ، عشان لو المكرونة العادية هتعجن. دي لازم مكرونة ريجينا أو من الأنواع الغالية يعني. أنا هحط كمان نص كيس. اهي عملنا المكرونة اللي زي مكرونة تيتا. يعني ايه بقى هو يقصد مكرونة تيتا مفرفرة؟ ففي واحدة هتقول ايه، طب ما احنا بنعمله كلها مفرفرة. لا، بالطريقة دي لا، يعني ممكن نسلقها ونعمل الصوص لوحده ونحطها تبقى مفرفرة اوريدي. لا، لكن لما اعمل الصوص واحط المكرونة واختمها زي الرز، صعبة ان هي تبقى مفرفرة. بس انا بقلل السوائل، شكلا وطعما تحفة. وحمرنا الفراخ، والتكه بتاعت الفراخ بتاعتي انا لازم بعد ما اسلق الفراخ اعصر عليها ليمون علشان تديني اللون الذهبي دي، وفي نفس الوقت تدي طعم حلو. المهم قلت لهم اعمل لكم سلطه، ادوات السلطه هم مرضوش، قالوا لا جعانين. فانا هفنش الفيديو اوام اوام عشان هم واقفين لي ورا الكاميرا جعانين. كنت معاكم النهارده اماني من مطبخ مصريه، عملت معاكم غدا وبسيط، وده كان طلب احمد ابني وانا ما اقدرش اتاخر عن طلبه ابدا. صحه وعافيه للي هياكلوا. بحبكم كلكم، باي باي. ما تنسيش لايك شير تفعيل جرس يوصلك مني كل جديد، وباي باي. اتفضلوا معانا.